صباح الخير عليكم وتحياتي ليكم واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ذا ديفندر من اي ميديا سبورتس. بتشرف ده متابعتكم وبتشرف بتعليقاتكم، وان شاء الله دايما نكون عند حسن الظن. امبارح بصراحه شفنا مباراه النادي الاهلي وسيراميكا كليوباترا. بصراحه يا جماعه الاهلي بيعزف سيمفونيه من الروح، سيمفونيه من اداء، سيمفونيه من الحاله الجماعيه حتى اللي موجوده في الفرقه. النادي الاهلي بقى ليه شكل مختلف خالص بصراحه، وهو ده دايما انت بتكسب. طول ما انت بتكسب بتتطور، بتاخد ثقه، اللعيبه بتاخد ثقه. ما شاء الله دلوقتي بقى في لعيبه على اعلى مستوى. ابتدى مستر كولر ينزل لعيبه زي خالد عبد الفتاح، ابتدى يرجع بعد فتره كبيره جدا. يحيى عطية الله، امام عاشور امبارح متالق بصراحه، يعني عمال في الفتره الاخيره ابتدى ياخد الثقه، ابتدى حتى التسديد بتاعه ابتدى يبقى فيه تركيز، ابتدى يشتغل شغل جماعي للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي جوه الملعب. والحاجات دي اهم حاجه على فكره، هي دي اللي بتخليك تكسب. وبقى في حاجه مميزه جدا في النادي الاهلي في الفتره الاخيره، وان هي من اول دقيقه بتلاقي النادي الاهلي عامل ضغط عالي زي ما بتقال. حتى شفتوا الجون الثاني او الثالث على ما اعتقد، يعني الجون الثالث في السنتره، قفشه نزل سنتره 1 2 3، الرابعه ولا الخامسه جون وسام ابو علي. وسام ابو علي يا جماعه بصراحه الله اكبر عليه، يعني النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي وكل الناس، وحتى كمشجعين وكمحبين للنادي الاهلي مفتقدين المهاجم. وسام ابو علي في الفتره الاخيره عارف حتى المهاجم لو جات له مثلا 4 فرص ممكن يحط لك منهم 3. ده المعدل الطبيعي اللي احنا ممكن نشوفه كمع اي مهاجم. هي دي الكوره. مهاجم انت بتعتمد عليه في التكتيك بتاعك، بتعتمد عليه حتى في الكرات العرضيه، بتعتمد عليه في شخصيته حتى جوه الملعب، بتقدر تسند عليه، بتقدر انا كلاعب جوه الملعب اول ما اشوف الكوره مثلا، لما بلاقي المهاجم بتاعنا مهاجم كويس بقى ببتدي اسند عليه، خلاص ببتدي النظره بتاعتي ببص عليه، ببتدي العب له، عارف ان هو هيستلم الكوره وهيخلي حتى انا الباص بتاعي شكله حلو. بصراحه النادي الاهلي بالشكل ده انا كنت متوقع ان المباراه مش تطلع بالشكل ده خالص. سيراميكا كليوباترا ما شاء الله معاه فرقه على اعلى مستوى، يعني فرقه محترمه، فرقه لعيبه كوره. عندهم مشاكل دفاعيه، وحارس المرمى بسام هو اللي مخلي المعدل بتاع سيراميكا كليوباترا عنده مشاكل، خصوصا في خط الدفاع، وخصوصا كمان ان معظم اللعيبه عندهم الطريقه الهجوميه دفاعيا منظمين وكل حاجه، بس الاعتماد هجومي بشكل غير طبيعي. طبعا انت بتلعب قصاد النادي الاهلي، الخطوط مفتوحه، عندك لعيبه تقدر عندها حلول زي امام عاشور، زي قفشه، زي طاهر محمد طاهر اللي عايز اديله حقه بصراحه. يعني طاهر محمد طاهر بيبدع. طاهر محمد طاهر اللي احنا كنا بنتكلم عليه ومش عايزينه يبقى موجود ومش عايزينه يلعب اصلا، ما شاء الله عامل اسيست امبارح على اعلى مستوى. الكروس بتاعه ايه ده، عدى رفع وشه لوسام ابو علي، جون. حتى ربنا كافئه بالهدف عشان مجتهد. حسين الشحات امبارح كان افضل من المباريات اللي فاتت. حسين الشحات لاحظوا كده لما بيلعب اللعب الجماعي مع لعيبته مع زمايله مع النادي الاهلي بيبقى عامل فارق بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي، وشكل حتى هجوميا. يعني في المجمل النادي الاهلي امبارح عمل مباراه كبيره، بيكمل الثقه اللي هو حصل عليها من الفوز بالسوبر المصري، وبعد كده بكاس الانتر كونتيننتال. فكل الحاجات دي بتدي ثقه للعيبه، بتقدر تتعامل، بتقدر حتى الاجواء جوه الملعب بتبقى كويسه، حاله اللعيبه المعنويه احسن. زي ما شفنا امبارح خالد عبد الفتاح كان موجود، بتمنى ان خالد عبد الفتاح يستمر، يعني عايزينه يرجع. قعد فتره شغال بشكل كويس جدا وبعد كده اختفى وبعد كده رجع تاني. ما شاء الله تواجدك في النادي الاهلي بيبقى اضافه ليك، بطولات، روح جماعيه، اداره، جماهير، لا شكل مختلف بصراحه. امام عاشور بحييه بصراحه الفتره الاخيره، حتى التسديد بتاعه بقى كويس، يعني بقى المجمل بيسدد كويس، مركز، التركيز بتاعه بقى افضل. مروان عطيه، اكرم توفيق، بصراحه امبارح اللعيبه كلها كانت على مستوى. ده التكمله بتاعه المستوى اللي النادي الاهلي مكمل عليه، لان هو دايما كده الفوز بيجيب فوز والمكسب بيجيب مكسب. هي كده دي حاله الكوره اللي بنعيشها وبنشوفها. طول ما انت بتشتغل كويس بتكسب، بتلاقي نفس حاله من الارتياحيه، الجمهور بيحبك، الجمهور بيشجعك،
جمهور بيحييك، بتلاقي الامور ماشيه في اطار انت مستمتع بالكوره. هي الكوره متعه، غير لما بتبقى عندك تخاذل، غير لما تبقاش مركز، غير لما تبقى انت خلاص انت واثق في الامكانيات بتاعتك ونازل مستهتر بالخصم، بس عشان انت مهتم بالمباراه، مهتم بالخصم بتاعك انه خصم قوي، فبتلاقي الامور تبقى ابسط، بتلاقي الحاله حتى جوه الملعب مميزه، حاله جميله بصراحه. يعني خلاص النادي الاهلي دلوقتي بقى عنده حلول. النادي الاهلي محتاج صفقات عشان تزود القوه بتاعته، دي حاجه ما نقدرش ننكرها، بس محتاج ان انت تبقى مركز عشان خاطر ان الفتره اللي جايه فتره صعبه. انت داخل في دوري ابطال، بعد كده داخل خلاص خلال الايام قليله عندك مباراه مهمه في كاس العالم للانديه قبل النهائي. انت ممكن تخلص الماتش دي تلاعب ريال مدريد. يعني النادي الاهلي عنده فرصه كبيره جدا يعمل تاريخ، اللعيبه دي تعمل تاريخ. مستر كولر مع كابتن محمد رمضان بصراحه لما اوضه اللبس عرف يتعامل، قفشه حتى لما بينزل، محمد طاهر يا جماعه بصراحه يعني في ناس مختلفه معاه، ما اعرفش ليه الولد شغال كويس قوي وشغال وبيموت نفسه ومقاتل وبقى مفيد لفرقته ومفيد لناديه، بينزل بيأدي الدور بتاعه كويس، خد الثقه ودي باينه. محمد طاهر لو كمل بالشكل ده والله ليه الموسم ده اعتقد ان هو هيبقى نجم الموسم، بس يكمل الاستمراريه. وارد طبعا انه ممكن يكون في مباراه او اتنين ما يبقاش المستوى بتاعه كويس، ده شيء طبيعي، تعلى وبعد كده الامور بتنزل تاني وبعد كده تقدر ترجع تاني. بس في المجمل محمد طاهر يا جماعه بصراحه، الشناوي بحيي الشناوي بصراحه، تركيز عالي جدا، ثقه، كل دي ثقه طبعا. الشناوي مهما اختلفنا معاه حارس مرمى كبير لما بيركز وبيشتغل وبيبقى قائد جوه الملعب، لان الحارس المرمى لما يبقى كويس الفرقه نفسها بتفوق. في بعض الاخطاء بس كمكسب بيديك دافع. هو ده النادي الاهلي، هي دي شخصيه النادي الاهلي، هي دي الحاله اللي موجوده جوه الملعب. لما بتلعب اللعب الجماعي بيبقى شكل النادي الاهلي حلو، بيبقى شكل النادي الاهلي مميز، بيبقى شكل النادي الاهلي فرد الشخصيه بتاعته. تعالوا بصوا ما شاء الله لعيبه سيراميكا كليوباترا، لا لعيبه تقيله بصراحه، كلهم خبرات ومهاره وعندهم السرعات وعندهم حلول فرديه وعندهم حاجات كتيره جدا. بس في الحاجات اللي زي دي النادي الاهلي هو اللي بيفرض شخصيته. كانت ممكن الامور تتصعب امبارح، بس النادي الاهلي في الوقت لما بتتصعب بتلاقي اللعيبه مركزه، بتلاقي اللعيبه كلهم بيشتغلوا مع بعض، بيشتغلوا لصالح النادي الاهلي. في المجمل استمتعنا بالمباراه بصراحه، نتمنى ان شاء الله باذن الله نشوف موسم استثنائي، موسم قوي لحد اخر اسابيع. مش عايزين المنافسه تضيع. السيراميكا كليوباترا خلاص انت خسرت عادي، عند كابتن ايمن رمادي عندك فرقه محترمه بصراحه تقدر تشتغل. عندك مشكله في حراسه المرمى بسام، ازمه كبيره جدا بتبوظ معنويات اي لعيب بصراحه، بس في المجمل لعيبه كويسه واستمتعنا بالمباراه، كانت حلوه بصراحه. نتمنى ان شاء الله باذن الله نشوف موسم استثنائي، كره جميله، روح، وده ان شاء الله باذن الله عوده الجماهير ان شاء الله ترجع بشكل اكتر من كده. عايزين الكره المصريه ان شاء الله باذن الله تفضل في الاجواء دي، وبشكركم على استماعكم ليا، وان شاء الله باذن الله نلتقي قريبا في حلقه جديده من ذا ديفندر. تحياتي ليكم، ابراهيم سعيد.